العام 377 قبل الميلاد، دولة تفلس وتتخلف عن سداد ديونها. كانت هذه الحادثة الأولى لإفلاس دولة، حيث ضعف الاقتصاد وساءت أحوال البنية التحتية وحصلت أزمات متتالية. وقبل 200 سنة، عام 1823، حصلت نفس الدولة وهي اليونان على أول قرض من بريطانيا، ثم تبعتها قروض أخرى على مراحل متتالية. لكن اليونان لم تكن الدولة الوحيدة التي تخلفت عن سداد ديونها، فعلى مر عقود تعرضت الكثير من الدول لهذه المشكلة. فمن أشهر الدول المتخلفة عن سداد الدين الأرجنتين في عام 2001، وصلت ديونها إلى أكثر من 145 مليار دولار. وإسبانيا سجلت أكثر عدد من المرات تخلفاً عن السداد، بواقع 15 أزمة من هذا النوع بين القرنين ال18 وال19. فما هو المسمى الحقيقي لهذا النوع من الإفلاس؟ وما هي تبعات إعلان الدول لإفلاسها؟ ما هي السيناريوهات الممكن اتخاذها في حالة الإفلاس؟ للجواب على هذه الأسئلة أنا محمد وحيد، ويلا بينا. قد يعتقد الكثير من الناس أن إفلاس بلد ما أو التخلف عن سداد الديون هو أمر غير شائع وحالة نادرة، لكن لنكون أكثر وضوحاً، معظم الدول تخلفت عن سداد ديونها أو أعادت هيكل الديون في مرحلة ما خلال تاريخها. ولا بد من الإشارة إلى أن قرابة نصف الدول القارة الأوروبية، و40% من دول أفريقيا، و30% من دول آسيا أعلنت خلال القرنين السابقين التخلف عن سداد ديونها أو إفلاسها. سأوضح لكم، ليس بالضرورة أن تكون الدول المتخلفة عن سداد الديون دول مفلسة، فالتخلف عن السداد أو التعثر يختلف عن إعلان الإفلاس رسمياً، وسنشرح ذلك في نهاية الحلقة. كبداية خلينا نفرق بين الدول التي تخلفت عن السداد والدول التي أعلنت الإفلاس بشكل رسمي. فمن الدول التي تخلفت عن السداد الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تخلفت وزارة الخزانة الأمريكية في العام 1979 لفترة وجيزة عن تسديد 122 مليون دولار بسبب مشاكل فنية، إلى أنها سددت المدفوعات في غضون أسابيع. ولكن هل أفلست الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رسمي؟ تحاول كثير من الجهات الحاكمة في العديد من الدول الفقيرة إيهام شعوبها بأن الولايات المتحدة الأمريكية أفلست عدة مرات، وأن ما يحصل هو في هذه الدول أمر طبيعي، فيقولون للشعوب إذا حصل في أمريكا وأوروبا عجز عن سداد الديون، فمن الطبيعي أن تعجز دولنا عن سداد ديونها. وهذا أمر غير صحيح، وسنشرحه في نهاية الحلقة. وهنا يجب التنويه أن الولايات المتحدة الأمريكية تخلفت عن سداد ديونها لفترة قصيرة، لكنها لم تفلس رسميا، وهي قادرة على سداد هذه الديون منذ زمن طويل سابقا قبل العصر الحديث، حيث لم يكن هناك تنظيم لعملية الإقراض والديون، وعملية إرسال السجلات كانت معقدة وطويلة. أما الآن فإن الحواسيب وأنظمة الأتمتة تراقب ميزانيات الدول بشكل مستمر، ويمكنك بكبسة زر معرفة ميزانية أي دولة تريدها في أي وقت وبشكل تقريبي. وبالتالي أصبح الأمر أكثر وضوحاً، وعملية تنظيم المصاريف والديون وكل المدفوعات في الدولة عملية سهلة وسريعة جدا. أما بالنسبة لحساب العجز في ميزانية الدولة، وهو بشكل بسيط من خلال العملية الحسابية البسيطة التالية: عجز الميزانية يساوي إجمالي نفقات الدولة ناقصاً إجمالي دخل الدولة. ووفقاً لوكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، كان الركود المزمن سبب رئيسي لتخلف روسيا وأوكرانيا عن سداد ديونها السيادية في عام 1998، وفنزويلا في عام 2017، وأعلنت ألمانيا تخلفها عن السداد 8 مرات خلال 200 سنة. لكن الأمر الذي يجعل الكثير من الناس يخطئون في تمييز هذه الحالة هي المصطلح المستخدم لهذه الأزمات. فمصطلح إفلاس دولة country bankruptcy قد يعني للكثيرين أنه حتى المواطنين يفلسون بشكل نهائي أو بشكل ما مع الدولة، أو أن الدولة لم يبقى فيها أي أموال، وهذا الشيء غير صحيح. إفلاس الدول يختلف عن إفلاس الأفراد أو المؤسسات. لنوضح الأمر، إن المصطلح الذي يوضح هذه الحالة بشكل أفضل هو الإفلاس السيادي sovereign default، وهو إعلان حكومة ما أو دولة ما فشلها في أو رفضها لسداد ديونها
جزئيا أو كليا، أو الوقف الفعلي للدفعات المستحقة، أو إعلان الدولة فشلها في الحصول على أموال من جهات خارجية من أجل السداد. وغالبا ما تمهل هذه الدولة مدة 30 يوم تبدأ من تاريخ التخلف عن سداد أقساطها، ليعلن بعد ذلك أنها دولة متخلفة عن السداد. أما على أسباب الإفلاس أو التخلف عن السداد، راح نتكلم على هذا الموضوع، وهي أسباب جدا متنوعة، لكن راح نختصرها في أسباب رئيسية. أحد الأسباب الرئيسية خاصة تاريخيا هو تغير نظام الحكم وتشكيل حكومة جديدة لا تعترف بديون الحكومات السابقة، فتتوقف عن سداد الديون الحالية، وأيضا تحاول إعادة هيكلة الديون القديمة إن أمكن بسبب تغير نظام الحكم أو تغير السيستم أو تغير أسلوب إدارة الدولة السياسي والاقتصادي. السبب الثاني وهو بشكل عام متكرر هو نقص السيولة. طبعا نتكلم عن السيولة على الأغلب، ليست السيولة المحلية ولكن السيولة اللي اقترضت بها الدولة، العملة الصعبة مثلا دولار، حيث يكون البلد في حالة تخلف عن السداد بسبب نقص السيولة من العملات الصعبة، وهي عادة تكون أحيانا مؤقتة ليست حالة مستمرة. السبب الثالث هو الصراعات السياسية الداخلية والخارجية، يعني ممكن يكون أحيانا حروب وأحيانا أخرى تكون صراعات داخلية كالخلاف الذي حصل بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في أمريكا، حيث كانت الولايات المتحدة الأمريكية على وشك التخلف عن سداد الديون على الرغم من قدرتها على الدفع، ولكن السبب هو خلاف على سقف الدين العام بالنسبة للحكومة الفيدرالية الأمريكية. السبب الرابع هو السبب المتكرر والسبب الرئيسي والسبب ربما الأهم، هو الفساد الحكومي أو غياب الحكم الرشيد أو غياب الرؤية الاقتصادية الصحيحة. هذا الأمر الأكثر أهمية والذي يجب أن نوضحه لأنه انتشر بالكثير من الدول في الفترة أو السنوات الأخيرة، وكان سبب أساسي في تدمير اقتصاد هذه الدول، حيث أن استخدام أموال الدولة لمشاريع غير منتجة بشكل صحيح وفاشلة ولا تحتوي على دراسات جدوى حقيقية على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وحتى لو كانت ضخمة هذه المشاريع فهي غير قادرة على إعادة مبلغ الإقراض الأصلي بالعملة الصعبة، وهي مشكلة جدا كبيرة. وأغلب هذه المشاريع كما ذكرت سابقا لا تحتوي على دراسات جدوى حقيقية ومن أطراف مستقلة على الأغلب، وأيضا على الأغلب هي مشاريع لأغراض إعلامية أو لإيهام الشعوب أن هناك تنمية بالبلد، وعادة ليس دائما لكن عادة تكون مرتبطة بأسماء كبيرة وعناوين ضخمة، أضخم شارع، أضخم معمل، أضخم سد، أضخم مبنى، مشروع أحد أهم أهدافه الضجة الإعلامية الضخمة، وذلك من أجل اكتساب الشرعية أو الحصول على أصوات أكثر بالنسبة لهذه الدولة في حالة الانتخابات. ومن الشيء الغريب أنه كثير من الدول النامية أو الدول التي في حالة اقتصادية سيئة تلجأ إلى هذه المشاريع اللي لها بصمة إعلامية أو هزة إعلامية ضخمة، وتكون هذه المشاريع أضخم بالعناوين وبالميديا بالإعلام من مشاريع مماثلة في دول متطورة وقوية اقتصاديا، وهذا شيء جدا مضحك. ومثال على ذلك أضخم قصر بالعالم هو قصر البرلمان في رومانيا، قصر عملاق جدا وبالأخير كان من أفشل المشاريع على مستوى العالم. وأيضا عندك حالة انتشار الفساد في الدول، وتتركز رؤوس الأموال والحركة الاقتصادية في يد قلة قليلة في المجتمع التي تسيطر على الاقتصاد والسياسة في نفس الوقت، وغياب المؤسسات المستقلة الإعلامية والقضائية والرقابية. جميع هذه الأمور قد تكون سبباً لإغراق الدولة بالديون دون تحقيق النفع لها، وبالتالي إفلاس الدولة تدريجياً. أما إذا أردنا التحدث عن الإعلان الرسمي لإفلاس الدول فعلينا العودة بالزمن إلى عام 1876 كما حصل في الدولة العثمانية خلال عهد السلطان عبد المجيد الأول، حيث أدى إثقال البلاد بالديون الأوروبية لسنوات طويلة أدى لإعلان البلد رسمياً إيقاف سداد جميع فوائد الديون الأجنبية، مما سرع من انهيار الدولة العثمانية. طبعاً عندنا البرازيل أيضاً أعلن رئيسها جايير بولسونارو في عام 2021 عن إفلاس بلاده بسبب جائحة كورونا. وهنا لابد من التوضيح بأن جائحة كورونا أثرت على اقتصاد الكثير من الدول وأدى إلى صعوبة الحصول على القروض من الدول الأخرى، ولعل الحدث الأكثر تداولاً في الوقت الحالي هو لبنان،
فالإعلان شبه الرسمي لإفلاس الدولة هو نتاج 40 سنة من الفساد والفشل في إدارة اقتصاد البلاد. وبتاريخ 4 أبريل من عام 2022 أعلن نائب رئيس مجلس وزراء لبنان سعاد الشامي إفلاس الدولة والمصرف المركزي، وأنه سيتم توزيع الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والبنوك والمودعين، يعني الناس العاديين. هذا الأمر يثير قلق المودعين بشكل رهيب، لكن هل يحق لدولة مفلسة أن تأخذ أموال الناس؟ هذا تساؤل مهم جدا من الناحية الأخلاقية والقانونية، خاصة أن أغلب هؤلاء الناس لم يكونوا مسؤولين ولا مشاركين في تحديد سياسة الدولة الاقتصادية. لكن أيضا نكون واقعين، الكثير من هؤلاء الناس كانوا ساكتين أو مهادنين أو داعمين لسياسات هذه الدول الخاطئة، وبالتالي هناك مسؤولية غير مباشرة للمجتمع لأنه قصر في عملية مراقبة ومحاسبة الحكومة وسياستها الاقتصادية. بالنسبة لكم ما رأيكم؟ الحقيقة في الأنظمة العالمية لحماية الودائع يعتبر هذا الأمر غير قانوني. فمثلا قانون حماية الودائع في بريطانيا يضمن أموال الناس في حالة إفلاس الدولة، أما في بعض الدول مثل لبنان فهذا الأمر غير موجود وليس هناك ضمانات، وهذا ما فعلته الحكومة اللبنانية بعد إعلان الإفلاس. إضافة إلى ذلك، أحد أهم الأسئلة هو: هل إعلان الدولة عن إفلاسها مفيد؟ راح أجيبكم على هذا الموضوع. يرى البعض أن إعلان الدولة إفلاسها يمثل فرصة جيدة للإفلات من قبضة الدائنين، وأنها خطوة جريئة يمكن لبعض الدول اتباعها لإنقاذ اقتصادها. ولكن ما يجهله الكثيرين هو العواقب التي تتبع هذا الإعلان. من المنطقي أنه سيعقب إعلان الدولة إفلاسها أولاً حدوث هزة اقتصادية عنيفة على الصعيد المحلي، ثانياً اندفاع المستثمرين إلى سحب أموالهم من الحسابات المصرفية في هذه الدولة ونقله إلى خارج البلاد، مما يزيد الضغط على الجهاز المصرفي وسيؤدي ذلك إلى المزيد من تآكل القوة الشرائية للموظفين. كما قد تلجأ حكومة الدولة المفلسة إلى إغلاق بعض البنوك أو تحديد سقف لعمليات إيداع وسحب الأموال، وعلى الأغلب يؤدي عملية الإفلاس إلى هبوط العملة المحلية وطباعتها بدون رصيد مقابل العملة الصعبة، وتسديد مصاريف الدولة ودفع رواتب الموظفين ودفع ديون الدولة للناس والشركات بالعملة المحلية بقيمة أقل، وبالتالي العملة ستنهار أكثر وستؤدي إلى فوضى اقتصادية. ويجب ألا ننسى أيضا أنه ستتأذى الأنشطة الصناعية وحركة التجارة، ولا سيما الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة طبعا، مما قد يتسبب في نقص بعض السلع الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، عندما تصبح الدولة مفلسة تكون أقل جاذبية للمستثمرين الجدد، مما سيصعب ويزيد من تكلفة الحصول على أموال جديدة، خاصة عندما تخفض وكالات التصنيف الائتماني الدولية التصنيف الائتماني للدولة المفلسة، طبعا هذا شيء أكيد، أو تصدر هذه الوكالات تحذيرات بشأن الاستثمار في هذه الدول. وبشكل عام تكون تداعيات الإفلاس أكثر ضرراً إذا كانت عشوائية وفجائية وغير منظمة. فالتصنيف الائتماني للدول Credit Rating هو قدرة الدولة على الحصول على القروض اللازمة. فإذا كان التصنيف الائتماني لدولة ما قوياً عالي، فهذا يعني أن الدولة لديها جدارة ائتمانية تمكنها الحصول على القروض وسدادها في موعدها وبفائدة منخفضة. والعكس صحيح، فكلما كانت الجدارة الائتمانية ضعيفة واطئة لدولة ما، كانت تكلفة حصولها على ديون عالية، فائدة عالية جدا. ويمكنكم مشاهدة حلقة التصنيف الائتماني كاملة من الرابط في صندوق الوصف. إذا ما العمل؟ أحد الإجراءات التي تبعتها اليونان للخروج من أزمتها هي سياسة هيركات، الخصم القسري للديون، وهو مدى التضحية التي يجب أن تقدمها الدولة المتخلفة عن سداد الديون لتتمكن من دفع ديونها للجهات المقرضة. وقد يؤدي ذلك إلى إجبار الحكومة على تطبيق إجراءات تقشف قاسية قد تمس حياة المواطنين وتؤدي لإفقارهم، كما حدث في اليونان، حيث فرض على أثينا المزيد من إجراءات التقشف الهادفة إلى خفض العجز بالموازنة العامة، كتخفيض رواتب وتخفيض أيضا صرف الدولة على القطاع الصحي والتعليمي وغيره والقطاع الاستثماري. وهذه السياسة بشكل إجباري وغير منظم متبع في لبنان حاليا. إذا نكتشف من ذلك أنه غالبا ما تبحث الحكومات المفلسة عن خطة إنقاذ من خلال الحصول على قروض إضافية طارئة
من صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة ديونها. يعني لما تشوف الدولة رايحة على صندوق النقد الدولي بحالة طارئة، معناه هناك مشكلة جدا كبيرة حتى لو لم يعلن الإفلاس. المشكلة مع وجود الفساد في هذه الدول، تحمل هذه الدول فشلها وفسادها الاقتصادي على المواطنين وترفع عليهم الضرائب، وعادة ما يكون الوعي بين الناس منخفض في هذه الدول ولا يشعرون بالمشكلة الكبيرة أو المصيبة إلا متأخرين. في الخاتمة، إن أحد أهم مشاكل الاقتصاد الحديث في العصر الحالي أن نظام الاستدانة للدول داخلياً وخارجياً جزء مركزي من النظام الاقتصادي الحديث وأيضاً من الاقتصاد العالمي. ونظام الاستدانة هذا جداً حساس بدون وجود حكومات ونظام اقتصادي للدولة حديث ومتطور ونزيه بل ومبدع، فإنه على الأغلب ستعاني هذه الدولة من مشاكل في الديون وفي السداد، للديون الداخلية أو الخارجية، بالرغم من توفر موارد هائلة في هذه الدول. لذلك نرى دولة غنية بالموارد البشرية أو الموارد الطبيعية، ولكنها تعاني من ديون شديدة جدا، قد تصل فوائد هذه الديون إلى نصف أو أكثر من ميزانية هذه الدول. هذه الدول تدخل في حالة انهيار هيكلي مثل السرطان الخبيث المنتشر في الجسم الذي سيؤدي حتما على الأغلب إلى الموت. في نفس الوقت، وكما ذكرنا سابقا في هذه الحلقة عن الفرق بين الدول التي تعجز أحيانا عن السداد أو التي تتجاوز قيمة ديونها الداخلية والخارجية حجم ميزانياتها السنوية بأضعاف أحيانا. الفرق الجوهري بين هذه الدول أن النوع الأول عادة يكون دول فاشلة وفاسدة لديها حجم مديونية كبير، في نفس الوقت لا تمتلك اقتصاد حقيقي ولا قدرة على الإنتاج والتصنيع والتصدير بشكل مفيد وكبير، بما يعطي نظرة مستقبلية غير مطمئنة لاقتصاد هذه الدول، بل أنها على الأغلب تذهب من حالة سيئة لحالة أسوأ وفقط تستدين وتستدين، وربما لمشاكل اجتماعية وسياسية تؤدي إلى انهيار هذه الدول وتفككها. في حين أن الدول ذات الاقتصاد الحقيقي النوع الثاني والمبني على الإنتاج والتصدير والاقتصاد المتنوع مثل الصين وأوروبا وأمريكا، هذه الدول حتى في حالة عجزها عن السداد أحيانا تستطيع الحصول على موارد من العملات الصعبة وخاصة الدولار، وتقوم بعملية خفض الإنفاق لمدة معينة من خلال خطة حقيقية وتسترجع عافيتها ربما خلال سنوات قليلة، بالرغم أنها أيضا قد تكون في حالة مديونية كبيرة تتجاوز حجم ميزانيتها السنوية أحيانا بأضعاف، لكنها ليست في حالة خطر. لذلك يجب التفريق بين هذا النوعين من الدول، ويجب معرفة أن أغلب الانهيارات الاقتصادية نتيجة سذاجة وفساد الشعوب هذه الدول في المقام الأول، التي على الأقل تهادن أو تسكت أو لا تعلم عن فساد حكوماتها، وأيضا غياب الشفافية والعدالة الاجتماعية. إذن المشكلة في هذه الدول مشكلة فكرية ثقافية وأيضا وعي جمعي منخفض في المقام الأول، ينتج عنه حكومات فاسدة أو ضعيفة أو حكومات لا تمتلك رؤية مستقبلية حقيقية. في النهاية، إذا كان لديكم أي اقتراحات أو أفكار أو أسباب أخرى لانهيار اقتصادي للدول وإفلاسها، شاركونا بها في التعليقات كي نستفيد منها جميعا. شكرا جزيلا. السلام عليكم.